السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهارده، ان شاء الله الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ولو عجبكم الفيديو فضلا منكم تدعموني بلايك تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا ونقول بسم الله. اللهم ارزقنا البركة في كل ما ملكت ايدينا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى يوم السوق، مشتريات السوق، وربنا يا رب يعمر بيوتنا دايما بالخير وبالبركه، اللهم امين يا رب العالمين. بصي بقى، ركزي شويه كده معايا في الفيديو ده وفي الاسعار، وهقولك ازاي ممكن حاجات ما تجيش على بالك وممكن تكون بتيجي على بالك وبتعملي زيي. ممكن تكوني نفس مقدرتي ونفس ظروفي وبتمشي نفسك نفس ما انا ما بمشي نفسي، فتاخدي افكار من الاسعار بتاعتنا. وانتوا عارفين ان كل بلد وكل مكان له سعره وكده. المهم الاسعار دي عندنا هنا في المنصوره الحمد لله والشكر لله، الاسعار نوعا ما كويسه. انا جبت البطاطس دي، عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي قوي، اللهم بارك، ب5 جنيه الكيلو. بس هي مش حجم واحد، يعني زي ما انت شايفه كده، فيها صغنن قوي، فيها وسط، وفيها كبير زي ما انت شايفه كده. فاللهم بارك. طبعا كل يوم لما بتيجي تعملي اكله او بتيجي تعملي طبخه، بتبقي ساعات محتاجه بطاطسيه صغيره، بتبقي ساعات محتاجه بطاطسيه كبيره. فهي دي بتمشي معاكي بقى في كل الاحوال، مفيش فيها حاجه خالص خالص. يعني عايزه اقولك ان الكيلو وربع ب10 جنيه، اللي هي المقاس واحد اللي كلها كبيره، لكن دي ب5 جنيه. فطبعا لما توفري 3 جنيه في الكيلو، يعني مثلا لو هتجيبي لك 2-3 كيلو، هتوفري لك مثلا فيهم 6 أو 9 جنيه على حسب استهلاكك، هينفعوك ان انت تشتري بيهم حاجه تانية. فمفيش مشكله خالص لما تجيبي البطاطس اللي زي دي، حلوه جدا. اهم حاجه ما تكونش فيها حاجه بايظه، ما تنفعش، او مثلا هتهدري منها كتير عبال ما تنضفيها، دي اهم حاجه. لكن هي زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده، بس احجام مختلفة. جبت كمان الخيار حلو قوي برضو، الكيلو وربع ب15 جنيه. هو بقاله فترة كبيرة قوي ماسك عندنا على 15، كيلو وربع ب15، ما بيرخصش عن كده، لكن حلو جدا ما شاء الله. جبت كيلو وربع ب15 زي ما انتوا شايفين معايا كده. جبت كمان ربع كيلو عدس، عشان ايه، خلال الاسبوع ان شاء الله ناويه ان انا اعمل كده مسقعه كده او بتنجان بدقه، واعمل جنبه كده شويه كشري اصفر وبطاطس وبيض مدحرج كده، بتبقى اكله زي السكر، وبيبقى طعمها حلو قوي قوي، من الاكلات الموفره برضو الجميله جدا. اللهم صل على النبي. جبت كمان ايه، جبت مكرونه اسباجيتي، عشان برضو ان شاء الله بامر الله. بصوا انا يعني ايه، يوم الخميس ده هو بيبقى يعتبر بدايه الاسبوع عندي، علشان خاطر ان هو ايه، بيبقى يوم السوق. فبرتب الاسبوع بقى بعد ما بروح السوق وباجي. فان شاء الله ناويه الاسبوع ده ان انا اعمل بانيه. فبحب دايما ان انا لما اجي اعمل بانيه اعمل جنبه مكرونه اسباجيتي. فجبت كيلو الا ربع. الكيلو الا ربع عامل اللهم صل على النبي، الكيلو الا ربع ب22 جنيه. بكام؟ هو الكيلو ب22 جنيه، مش عارفة بقى احسبه الكيلو الا ربع بكام. المهم جبت كيلو الا ربع زي ما قلت لكم مكرونه، وجبت ربطه الخضره اللي انتوا شفتوها معايا دي ب5 جنيه. انا جبتها من اول السوق على اساس ان انا ايه، مش عارفه هعمل محشي او لا. فلو ما عملتش هغسلها واخرطها واشيلها في الفريزر، لان طبعا الفتره الجايه الخضره اسعارها هترفع في الحر، انتوا عارفين ان هي بتبقى قليله واسعارها بترفع قوي. فيبقى موجود عندنا. انا عندي برضو يعني كل اسبوع بجيب الحمد لله، وبعمل كيس وبشيله في الفريزر. لكن انا لما جبت دي ممكن اعمل محشي، لو ما عملتش زي ما قلت لكم هغسلها واخرطها واشيلها عندي في الفريزر. جبت الخوخ برضو من الحاجات برضو اللي بتوفر معاكي. عايزه اقولك ان الخوخ اللي هو الحجم الكبير كان ب40 جنيه. ما شاء الله، ده حجمه كده مش صغير قوي برضو، وحلو جدا، وب20 جنيه ما شاء الله. يعني بص فرق النص بالنص. فانا جبت من ده، قلت برضو عشان خاطر ان انا اعرف، بدل مثلا ما اروح اجيب كيلو ب40 جنيه، لا انا اجيب كيلو ونص. الكيلو ونص عاملين 30 جنيه ما شاء الله. يبقى انا جبت كيلو ونص ب30 جنيه، وفرت منها اهو 10 جنيه في الكيلو. وكمان اللهم صل على النبي، يعني بصوا جبت الكيلو ونص ب30، لو كنت جبت كيلو بس من الكبير كنت هجيبه ب40. فطبعا اللي معاه عيال عارفه بقى ان الكيلو مش هيعمل حاجه، فاهمني. فالكيلو ونص ما شاء الله حلوين، العيال هتاكل وهتشبع، وفي نفس الوقت هو زيه زي الكبير، هو ناقص ده من ده. بيبيع الكبير ب40 والصغير ب20. ما شاء الله حلو جدا. هو كان بيقول لي ب25، قلت له ب20، قال لي ماشي. فجبت كيلو ونص زي ما وريتكم كده. الموز بقى اللي اسعاره غالي قوي، الموز عامل 35 و30 جنيه.
فجبت كده زي ما انتم شايفين، جبت معايا كيلو ونص ما شاء الله، حلو جدا برضو. الكنافه بتكون موجوده عندي دايما في الفريزر، سواء في رمضان او غير رمضان، انا بحبها تبقى موجوده عندي. جبت نص كيلو، بيبقى البياعين اللي بيبقوا موجودين في السوق بيبيعوها ب30، في الافران بيبيعوها ب40 جنيه. فهاتي دايما كده من السوق برضو عشان توفري معاكي، يعني ما شاء الله في الكيلو بتوفري 10 جنيه. جبت كيلو، الكيلو عامل زي ما قلت لكم 30 جنيه. جبت كمان ربع كيلو ليمون، كان عندي ليمون بصراحة بس خفت ما يكملش بقية الاسبوع معايا، فقلت هجيب ربع الاسبوع ده، والاسبوع الجاي ان شاء الله لو حيانا رب العالمين مش هبقى اجيب بقى الربع كيلو ب15 جنيه. البتنجان كمان، شايفين البتنجانية تحس ان هي ايه دبلانة، لكن والله العظيم زي الفل، مفيش فيها اي حاجة خالص. هي بس تحسي ايه ان القشرة بتاعتها بدأ ان هي تدبل كده. الكيلو ب10 جنيه، انما الطازة بقى اللي بيلمع قوي الكيلو ب15 جنيه. فبرضو ده توفير حلو قوي، يعني ده يقعد معاكي اسبوع و10 ايام في التلاجة مش هيجراله اي حاجة خالص. فالحاجات دي بتوفر معاكي قوي، خلي بالك مش لازم تروحي تجيبي الحاجة اللي هي نمبر وان قوي، يعني الحاجة النظيفة قوي قوي، لا كده مش هتعرفي توفري. فيعني برضو ما تجيبيش الحاجه اللي هي تكون بايظه قوي لدرجه ان انت ما تعرفيش ان انت تستخدميها. فاهمين قصدي؟ فابو 10 جنيه ده جميل جدا، ما بيفرقش حاجه خالص عن ابو 15 جنيه. جبت كمان اللهم صل على النبي الطماطم. الطماطم سعرها بدأ ان هو يرفع شويه، جبتها الكيلو ونص ب10. كنت بقالي فتره يعني كل اسبوع كنت بجيبها ب5 جنيه، المرة دي جبتها الكيلو ونص ب10 جنيه. جبت 3 كيلو ب20، هيكفوني برضو طول الاسبوع الحمد لله والشكر لله. واللي موجود عندي في الفريزر موجود زي ما هو، لو ما عندكيش الحقي نفسك، اصل ممكن كده على دخلة العيد الكبير تلاقي سعرها رفع. من الحاجات اللي سعرها بقى حلوة قوي قوي، اللهم بارك، الفلفل جايباه كيلو ونص ب10 جنيه. الله يبارك له، الراجل ده كان الوحيد في السوق كله اللي بيبيعه كيلو ونص ب10 جنيه، في السوق كله كان كيلو وربع وب10. ما شاء الله سعرها حلو قوي. بس يعني ايه اللي مزعلني بس ان هي مفيش فيها كده قرنين حمر كده عشان نعمل دقة تبقى طعمها حلو، لا هي كلها خضرة كده زي ما انتم شايفين. بس قلت مش مشكلة، اخد منها بقى شوية كده اعملهم مخلل، واعمل الباقي بقى اللي هي الدقة بتاعت السمك والبتنجان وكده تكون موجودة عندي في التلاجة، ان شاء الله اعملها معاكم الفيديو اللي جاي. حلوة جدا، ماهيش دبلانة، مفيش فيها اي حاجة خالص، ناشفة وزي الفل وصبحة وشايفين. الحمد لله والشكر لله، جميلة جدا جدا، ربنا يديمها نعمة يا رب. الكيلو ونص ب10 جنيه، جبت كيلو ونص. بس قبل ما انزل السوق بحب ان انا اعمل جرد للتلاجة وللتربو واشوف اللي ناقصني بس بجيبه. انا بقى كنت مطلعة من بالليل طبق بانيه. انا لما كنت ذابحه الفراخ كنت عامله بانيه كده ومقطعاه ومتبلاه وعيناه شايلاه جاهز كده متبل، اللي هو يا دوبك هطلعه احطه في الفيجيتار على طول، يعني كنت متبلاه وحاطه فيه البيض وكل حاجه، يا دوبك بس هطلعه كده احطه في الفيجيتار. انا لو كان عندي يوميها يوم ما كنت بنضف الفراخ وبقسمها، لو كان عندي الفيجيتار كنت عملتها في الفيجيتار كمان، لكن كان في اليوم ده ما كانش عندي، فقلت خلاص انا هتبلها واسيبها كده ايه على الفيجيتار على طول. حطيت بقى ميه تغلي كده عشان نسلق المكرونه، ويعني ايه انتوا عارفين البانيه والمكرونه تبقى ايه يعني اكله سهله كده مش بتاخد وقت. فغالبا كده يوم السوق بحب ان انا اعمل اكلات سهله، لان انتوا عارفين اليوم ده بيبقى طول النهار بنبقى واقفين على رجلينا من مشوار السوق بقى لعند ما نيجي كنا من الخضار اللي احنا جايبينه ونرصه وكده، بيبقى يوم مرهق وكل شغل. فبحب ان انا ايه يعني يوم الخميس او يوم السوق بالذات اعمل اكله ايه ما اقفش فيها كتير. فرحت بقى جايبه البانيه كده وغلفته في الفيجيتار. انا مش بحطه في الفريزر ولا اي حاجه، انا يا دوبك بغلف وبقلي على طول، يعني مش بحتاج ان انا احطه في الفريزر ولا اي حاجه. اهم حاجه بس لما تيجي تعمليه تضغطي عليه كويس قوي كده بظهر المعلقه، علشان خاطر ايه البقسماط او الفيجيتار او الكريسبي اللي انت بتستخدميه يكون يمسك كده معاكي في قطعه البانيه. ما شاء الله حلوة جدا، اللهم بارك، ربنا يديمها علينا نعمة. وهفضل اقول لكم ان التربية البيتي مفيش احسن منها ولا اجمل منها ولا انضف منها. ما شاء الله يعني بتوفر عليكي كتير اوي. شوفي لو مثلا يوم زي ده انا طبعا ما عنديش حاجة في الفريزر، هضطر بقى ان انا اشتري مثلا، لو هشتري نص كيلو بانيه هشتري نص كيلو بانيه ب100 وشوية، فده هيضاعف معايا برضو المصروف. عايزة اقول لكم برضو ان انا يعني اللي بوفره بجيب بعلف، يعني اللي بوفره مثلا ان انا بدل ما هشتري بانيه بجيب مثلا بفلوس اللي كنت هشتري بيها بانيه بشتري بيها علف بيكفيني بدل اليوم يومين تلاتة. فاهمين قصدي ازاي؟ فاحنا بندور برضو ان البيت يكون مليان خير وحاجة نظيفة انت اللي مربياها بايدك، بيبقى ليها طعم تاني خالص والله العظيم بجد، يعني غير اللي انت بتشتريها من بره، يعني مفيش اي وجه مقارنة نهائي. يعني الفترة اللي عدت دي ما كانش عندي
وكنت خلصت، فبعت مرة واحدة بس اشتريت فرخة من برا، والله العظيم عايزة اقول لكم ان هي اتاكلت بالعافية بالعافية. الله المستعان. هنا كنت بقلب المكرونة بقى كده وانا شغالة عشان خاطر ايه ما تعجنش مني، انتوا عارفين المكرونة اصلا مش بتاخد سوا. بس فهغلف بقى كل الكمية كده بقى وهبدأ ان انا ايه احمرها. فربنا يا رب يبارك لنا كده دايما ويملى بيوتنا بالخير وبالبركة، اللهم امين يا رب العالمين. عايزاكم بقى كده يلا اللي مربطش تجرب وتربي، بس بصراحة يعني عشان ابقى للمصداقية وعشان ابقى امينة معاكم، لو اول مرة بتربي ما تربيش اليومين دول خالص، لان تربية الصيف بتبقى مش احسن حاجة، يعني ما بتديكيش الاوزان اللي انتي بالك فيها. فاصبري شوية كده لو أول مرة بتربي، لكن لو عندك خلفية وبتربي هاتي وربي، وربنا يعمر بيوتنا يا رب دايما كده بالخير وبالبركة، اللهم امين. هنا كانت المكرونة اتسلقت، قطعت كده فصين توم 2 بالعدد. بحب اوي المكرونة الاسباجيتي عادة اعملها بتوم، بحيث انه بيديها ريحة وطعم كده حلو. فحمرت كده التوم يا دوبك بس اصفرت معايا بسيط كده، ورحت جايه نازله بالطماطم دي كانت متسبكه عندي في التلاجة. نزلت بشويه وحطيت كده شويه فلفل اسود وشويه 7 بهارات وشويه ملح، وهقلب بقى كل الحاجات الحلوه كده مع الصلصه، وهضيف بقى المكرونه زي ما انتم شايفينها كده، وهقلبها بقى كويس عشان تتغلف بالصلصه. طريقه المكرونه دي بتبقى حلوه قوي 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 بصراحه، بيبقى ليها نفس كده مختلف عن ما تعمليها بصلصه بس من غير توم. باحب المكرونة الاسباجيتي بالذات ان انا احط لها فصين توم، انما لو المكرونة من التانية مش بحط لها بصراحة. فقلبتها كده فرفضتها كده من بعضها، واسيبها بقى ان هي ايه 5 دقايق بس على نار هادية، ان هي تنشف كده بس شوية وبطفي عليها بس. وهنا بقى بدأت ان انا اقلي البانيه. ما شاء الله من الاكلات المحبوبة عندنا جدا، يعني ولادي بيحبوا الاكلة دي قوي، وانا كمان يعني من الاكلات اللي احنا بنحبها قوي البانيه والمكرونة الاسباجيتي. ما شاء الله حاجة يعني جميلة جدا ومبتاخدش معاكي وقت، من الاكلات الحلوة قوي يعني. كنت متبله البانيه بعلبة زبادي، وحطيت شوية من السبع بهارات، شوية بهارات فراخ وشوية فلفل اسمر، وشوية ملح وكمان حطيت بيضة. قلبت كل ده كويس قوي قوي مع بعضه. الزبادي عايزة اقولك ان هو من احسن التتبيلات بتاعة البانيه، ان انتي تتبليه بزبادي بيطلع معاكي طري وبيطلع معاكي لونه فاتح زي ما انتوا شايفينه كده، وبيبقى في منتهى الجمال. ما شاء الله. في طبعا كذا طريقة بقى لتتبيلة البانيه، ممكن تتبليها ببصل وبهارات، يعني على حسب ما بتحبي، ممكن بشوية لبن، كذا طريقة. يعني انا عملته معاكم قبل كده بكذا طريقة على القناة الاولانية، بس بصراحة الطريقة المحببة لقلبي اللي هي اللي انا بقول لحضراتكم عليها النهاردة، اللي هي الزبادي والبهارات، بيبقى حلو جدا، وعصرة ليمونة كده بيبقى في منتهى الجمال. شايفين بقى اللون عامل ازاي؟ ما شاء الله حلو جدا اللهم بارك. وكمان طري وبيبقى ما شاء الله جميل قوي. بحب قوي ان انا لما اجي اقلي اي حاجة اطلعها على خضرة، يعني بيبقى طعمها وريحتها، الخضرة بتديلها نفس وطعم، بالذات لما تطلعيها من الزيت على الخضرة على طول. الخضرة بتسخن كده وبتطلع طعم حلو وريحة حلوة قوي على الحاجة اللي بتحمريها، سواء سمك او بانيه او اي حاجة بتتحمر في زيت. ده بقى كان غدايا. حطيت بقى ليا، انتوا عارفين ايام الدراسة كل واحد بياكل مع نفسه لان المواعيد ما بتبقاش متظبطة مع الكل. فحطيت لي بقى، ده كان غدايا في اليوم ده. حطيت بقى كده اتغديت، غرفت لنفسي كده اتغدى يعني. ربنا يديمها علينا نعمة وعليكم يا رب، اللهم امين. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف